السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل رولات التمر أو قراقيش بالتمر. طعمها حلو جدا وهشة. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. مكوناتها بسيطة جدا، موجودة في كل بيت. نبدأ على بركة الله. عندي كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، ربع كوباية من الزيت، معلقتين من السمسم المتحمر، معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة ريحة الكحك، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر بودرة، ونص كيلو دقيق. دي كل مكونات الوصفة. هجيب كوباية لبن دافية، هحط عليها معلقة الخميرة، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من السكر، وأقلبهم مع بعض وأسيب الخميرة وأركنها على جنب لحد ما تتفاعل قبل ما أجهز بقية المكونات. لو ما عنديش لبن حليب ممكن أستعيض عنه باللبن البودرة وأعجن بالمية. هنخل الدقيق. النص كيلو طلع 3 كوبايات ونص. هضيف بعد كده المكونات الجافة، وأقلب كل المكونات الجافة مع الدقيق عشان يختلطوا مع بعض. الدقيق اللي أنا استخدمته ده دقيق عادي لكل الاستعمالات. هضيف السمنة. ما شاء الله السمنة ريحتها فظيعة، مرملة وجميلة جدا. السمنة دي على فكرة احنا عاملينها في البيت، ما بنشتريش حاجة من بره. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وهضيف ربع كوباية الزيت، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. هبس الدقيق مع السمنة والزيت بحيث ان كل ذرات الدقيق تتغلف بالسمنة. طبعا التقليب بالمعلقة ده ما ينفعش، انا بس مجرد بداري السمنة في الدقيق. بعد كده على ايديا، وهفضل ابسه كده على كفوف ايديا كأني بالظبط ببس كحك. هنستمر في البس كده لحد لما تتكون عندنا عجينة. هضيف اللبن والخميرة. طبعا كمية اللبن أو السوائل هتكون حسب نوعية الدقيق. طبعا العجينة دي أخدت مني كوباية لبن بالمج الصغير اللي انتوا شايفينه ده، أخدت كوباية ونص. خلاص كده خلصنا عجن. شايفين عجينة طرية وما بتلزقش زي الملبن بالظبط. هسيبها تستريح شوية ونجهز العجوة. عندي العجوة قطعتها مكعبات صغيرة، وهضيف عليها معلقة من السمنة، وهقلب هعجن العجوة بالسمنة كده لحد ما تطرى خالص. هعجنها كويس جدا لحد ما تتكون عندي عجينة. العجوة دي ممكن تحطوا عليها أي منكهات، حبهان، قرفة، اللي انتوا تحبوه. أنا بحب طعم العجوة كده سادة زي ما هي. وطبعا النكهات دي بتبقى اختيارية، كل واحد يعمل الطعم اللي بيحبه. هاخد قطعة من العجوة اللي احنا طريناها بالسمنة دي، وهفردها على ورقتين من الزبدة. هتفردوها طبعا السمك اللي انتوا عاوزينه حسب ما بتحبوا كمية العجوة في العجينة. كده العجوة فردناها وأصبحت جاهزة، هركنها على جنب. هاخد قطعة من العجينة وافردها. برضو هتفردوها السمك اللي انتوا عاوزينه.
هحط عليها قطعة العجوة اللي احنا فردناها، حاول اظبطها بحيث انها تبقى على قد العجينة بالظبط، وهثبتها بالنشابة باني هدوس عليها واحاول الزقهم الاتنين في بعض. هبتدي الف العجينة واعملها على شكل رول. طبعا طريقة التشكيل اختيارية. طبعا هتعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه، انا عايزاها حجم صغير كده فقسمت العجينة نصين. هقفل العجينة كويس قوي من عند الاطراف وابتدي الفها واظبطها. هاخد الجزء التاني من العجينة والفه برضو رول. لو عايزينها طبعا حجم اكبر هنلف العجينة كلها كاملة رول واحد. وبرضو هقفلها من الاطراف، الزقها كويس واحاول اظبط الشكل بتاعها، ان انا هقعد ابرمها بايديا كده عشان يتظبط الشكل والحجم بتاعها. هجيب سمسم ابيض، انا عايز السمسم ده يلزق في العجينة كويس قوي، مفيش اقوى من العسل او الشربات. استخدمت معلقتين من الشربات التقيل ودهنت بيهم الرولات وهغمسهم في السمسم. وهحاول اظبطها بان انا ابرمها بايديا كده عشان اظبط الحجم بتاعها. طبعا لو عايزين تقطعوها اطول من كده شويه براحتكم. هاخد الرول التاني وادهنه كمان برضو بالشربات التقيل واغمسه في السمسم بحيث يغطيه من جميع الجهات، وهقطعه بالشكل ده. خدنا شويه من العجوه وحطينا عليهم شويه من السمسم المحمر. هاخد قطعه من العجوه والفها على شكل رول، وهحطها في قلب العجينه وهلف عليها العجينه. كل الحاجات اللي بعملها دي اختياريه، انا بس مجرد بدي لحضرتك فكره وانتي اعملي الطريقه اللي تريحك والشكل اللي يعجبك. برضو هدهنها بالعسل واغطيها كلها بالسمسم الابيض، وبرضو هنقطعها بنفس الشكل اللي فات وهرصها في صاج الفرن. كده خلصنا كل الكمية اللي عندنا. بسم الله ما شاء الله ببركة ربنا، النص كيلو اعمل لنا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، تطلع معانا بالشكل ده. ما شاء الله هشة وطعمها جميل بتدوب في البق دوبان. جربوها وان شاء الله يا رب تعجبكم، واتمنى ان اكون قدرت افيدكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. السلام عليكم.